تانية مشاهدينا، وده ميعادنا مع فقرتنا الحوارية. زي ما نبهنا في المقدمة وقدمها محمد، هتتكلم عن الشائعات. الشائعات الحقيقة بقت في حياتنا صاخبة وكتيرة ومنتشرة، وأحيانا للأسف بيعلو صوت الشائعة على صوت الحقيقة وبتندثر الحقيقة. عشان كده يمكن اخترنا ان احنا نفتح هذا الموضوع النهارده مع ضيفنا الكريم الدكتور مصطفى فرغالي عثمان، خبير التنمية الإدارية والبشرية. صباح الخير على حضرتك. أهلا، صباح الخير على حضرتك وأسرة القناة وكل المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. يمكن كنا اتكلمنا في المقدمة ان الشائعة دلوقتي مش ما اصبحتش بس مجرد خبر مغلوط بيتم تناقله ما بين الناس، ولكن بتقف وراءها دوافع كتيرة جدا قد تمتد الى هدم دول وكيانات، وقد تمتد للتأثير في الوعي الجمعي للناس وتغيير طريقة تفكيرهم، عاداتهم، تقاليدهم. بقت الشائعات درجة خطورتها بتزيد يوم عن يوم، وبتنتشر الحقيقة، واحيانا في النص بتضيع الحقيقة وما بنعرفش نقف على الحقيقة. خلينا في البداية مع حضرتك نعرف التوصيف العلمي الدقيق للشائعة علشان نبقى واخدين بالنا ونعرف نميز ما بينها وما بين غيرها من الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشائعات هي أخبار كاذبة بتطلق من غير مصدر موثوق، بيتقبلها الناس على انها اخبار شيقة بالنسبة لهم او مهتمين بيها. هي ليها اثر سلبي، وممكن في بعض الاحيان يبقى لها اثر ايجابي، بس حتى الايجابي بتاعها سلبي. فالشائع عامة في المقام الاول هو خبر مغلوط ليس له مصدر موثق، وليس له أدلة، ملوش أدلة إن هو يعني مفيش دليل على صحة هذا الخبر أو بناء عليه. يعني حتى الشائعات تمتد عبر التاريخ، إلى أن أول إشاعة على الأرض مثلا كانت إشاعة خروج سيدنا آدم من الجنة، لما إبليس قال له ما نهاكم ربكم عن الأكل من هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فدي أول إشاعة أطلقت على الأرض. يعني عاوز أقول إن الشائعات هي بقدم التاريخ، ولو أنت شفتي حضرتك يعني شيء مش مستجد، بس دلوقتي بقى يمكن مع التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال الحديثة بقى شيء كتير جدا، فبقينا بنتعامل معاه يوميا واحنا مش قادرين نفرق. ده طبيعي، وخاصة احنا لو قلنا ان الشائعات هي اصلا المجتمع اللي هو غير متعلم، او اسباب انتشار الشائعة من الاسباب القوية هو عدم الوعي. ان المجتمع اللي بيتقبل الشائعة بسرعة والمجتمع غير المتعلم، وان تنتشر فيه الشائعة بشكل سريع جدا جدا، نظرا لان هو عنده يعني قابلية ان هو يقبل الخبر دون التمحيص في ماهية الخبر. وزي ما حضرتك قلت برضو ان احنا وسائل انتشار الشائعة دي نتيجة التطور الطبيعي في وسائل الاتصالات، ان انت يعني في كان سهولة كبيرة من الممكن تطلق الشائعة، ونظرا لان انتقالها بشكل من شخص لشخص يكاد ياخد فترة زمنية طويلة، لان مفيش وسائل اتصال حديثة. فتخيلي حضرتك ان انت دلوقتي بتبقى قاعد على الفيسبوك او وسائل التواصل الاجتماعي، بتكتب عدد من السطور والكلمات، وبعدين بتعمل كابس لوك للبوستس، يعني بتجد ان انا علمي بيتصل بيها بعد ثانية من وضعها على صحيح. فدي دي من الاسباب القوية ان انت الانتشار الشائع بشكل كبير. طبعا ناهيك عن الاثار المدمرة للشائع. الاثار المدمرة ممكن تكون على مؤسسات، ممكن تكون على دول، ممكن تكون على مستوى اقتصاد، على مستوى شخصي افراد يعني. فهي من الآفات اللي موجودة في المجتمع، أو من هي بقت مستشرية بشكل كبير جدا. ويمكن حضرتك قلت في كلامك فكرة العلم او غياب العلم او الوعي. الحقيقه هو دلوقتي ما بقاش العلم ان انا مجرد ان انا اعرف اقرا واكتب، بقت الناس كلها عارفه تقرا وتكتب، بس يكون عندك العلم ازاي او الخلفيه والمعرفه والوعي ازاي تتعامل مع هذه الوسائل اللي بين ايديك بشكل حقيقي. يعني ازاي تتاكد من الخبر زي ما الدكتور قال، يعني بتظهر لنا صفحات
رسميه لجهات رسميه، ولكن هذه الصفحات بتبقى فيك او مزيفه. ازاي تقدر تتاكد ان ده يخص الشخص ده او الشخصيه المعروفه دي او الهيئه دي، بان انت ترجع وتشوف العلامه الزرقاء وتتاكد ان دي صفحه موثقه وتتبع الهيئه الرسميه بشكل حقيقي ولا لا. دي امور احنا محتاجين نعرفها، لان احيانا مثلا على سبيل المثال يظهر خبر خاص بدار الافتاء المصريه وهي الصفحه لا تمت لدار الافتاء المصريه باي صله. فالقصه اللي حضرتك بتتكلم عنها نقطه الوعي في التعامل، وان الناس تكون عندها من العلم ان هي قادره تتعامل مع هذا الجهاز اللي بين ايديها بكل وسائل التواصل اللي موجوده فيه. ده شيء بقى ضروري وحتمي، مش بس عشان حضرتك شخصيا، لكن كمان عشان خاطر المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لان الشائعات بقى مردودها واثارها السلبيه بقت كبيره جدا يا دكتور، بتمتد في حياتنا، ووراها لجان الكترونيه ومناهج ويعني خطط قد تكون قصيرة المدى وقد تكون بعيدة المدى، واحنا بنكون للأسف غير واعيين بهذه الأمور أو بكل هذه الأمور. هو مش احنا بنقول ان المجتمع الجاهل هو لا يتقبل الشائعة بسرعة، وهو ممكن تنتشر فيه انتشار سريع جدا. انما المجتمع الواعي هو المجتمع الذي يبحث عن هل هذا الخبر المغلوط او المزيف يتفق مع قواعد العلم والمنطق. هل هذا الخبر له عليه أدلة معينة، مين مصدر الخبر عشان يوثقه. فما بيقبلش بسرعة، ما بيقبلش المجتمع الواعي أو المجتمع المتعلم، ما بيقبلش كل الأخبار بسرعة. لذلك حتى التوجيه الإلهي لما ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مطلوب منك إن أنت تحري تلقي هذا الخبر، ومطلوب منك انك انت ما ينفعش تردد الاشاعة عشان ما توصلش. ايوه ممكن حضرتك هنا برضو يعني من ضمن الاشياء اللي ممكن تقال ومن الاسباب التي تؤدي لانتشار الشائعة بسرعة، في قاعدة لعلم النفس بتقول يعني الناس تصدق الكاذب مهما بدا زيفه عندما يصادف هواه، وتكذب الصدق وإن بدا أكثر جاليا أو وضوحا عندما يخالف هواه. يبقى الناس عايزة تصدق الخبر ده. هي جزئية القابلية اللي حضرتك بتتكلم عنها. طب ده ياخدني لشيء مهم الحقيقة، وهو إزاي أنا أخلق سياج مجتمعي حامي لهؤلاء المواطنين ضد الشائعات. يعني بمعنى أصح إزاي أنا أخلي مفيش القابلية دي غير موجودة. هل أقصر طريق الشفافية والتواصل المباشر ما بين مثلا الأجهزة الحكومية، بما ان احنا في دولة نظامية وفي مجتمع نظامي، وبين الناس؟ هل ان انا زي ما حضرتك قلت في كلامك مطلوب ان انا ارفع او اشتغل على فكرة الوعي والتعليم بشكل اكبر؟ هل مطلوب ان انا نحاول بشكل كبير ان احنا نبين المخاطر؟ اصل اكيد مش هيبقى في عندي مؤسسه في الدوله تقعد كل هدفها تاخد الشائعه وتفندها، واذا كان ده بقى موجود يعني بس، ولكن بيجي في شكل الرد بين التكذيب والتصديق. لكن فكره البحث فيما وراء الهدف من اطلاق هذه الشائعه ده مش موجود، والحقيقه يبقى صعب ان هو موجود، لان احنا بنتعامل مع ملايين من الشائعات، والاعداد بتبقى يعني مش هينفع ان احنا نقضي وقتنا كله نقعد نفكر في ايه المطلوب من ورا ده. لكن ان انا لما احدد الجهه المسؤوله عن بشكل كبير. هو حضرتك اللي احنا لو حددنا الجهه اللي هي مطلقه للشائعه هتبقى مصدر مسؤوليه قانونيه، او حتى مسؤوليه ادبيه لو ما وجدتش المسؤوليه القانونيه، والجزء ده ممكن نتكلم فيه بعدين يعني ان شاء الله. لكن انت حضرتك اشرتي الى الشفافيه، ضروره الشفافيه. اولا وسائل معالجه الشائعه ومكافحه الشائعات هي المفترض ان انا اعترف بان هناك شائعه، مش معناها ان انا اطلقت علي شائعه فاصم الاذن عنها وابين للناس ان انا الشخص الوحيد الذي لم يسمع بهذه الصرصره. دي مش طريقه معالجه الشائعه. المفروض ادراك وجود الشائعه او انا اعرف ان في شائعه، دي من اولى خطوات الحل لهذه الشائعه. في نفس الوقت ان انا لا اقف موقف الصامت او لابد ان انا اتخذ موقف المدافع عن نفسي ضد هذه الشائعه، ولا تكون المعالجه معالجه هذه الامور بان انا اطلق حاله من الغضب، لانه لو انا اطلقت حاله من الغضب
فمعناها ان مروجي الشائعة قد اكتسبوا لانهم يغيروا مودي بان انا يعني اثارت حفيظتي هذه ده على الشائعة المستوى الشخصي، يعني على تعامل المستوى الافراد ما الشخصي، بين او حتى بعضهم البعض. ده حتى لو كانت على مستوى المؤسسات او مستوى يعني المؤسسة اولا هي شخصية اعتبارية، الشخص هو شخص طبيعي، حتى المؤسسة. ودلوقتي بقى فيه يعني مثلا من ضمن الشائعات التي اطلقت في 20 بخصوص جائحة كورونا ان سبب الفيروس هو الجيل الخامس للشبكات المحمول، ال 5G يعني. فمنظمة الصحة العالمية طلعت ردت على انها ده لا يمكن ان يكون هو سبب الفيروس اللي موجود حاليا. برضه عندنا هنا يعني مركز حضرتك تقصد حتى على اعلى على المستويات المستوى الدولي بيكون بيبقى في مطلوب مطلوب الرد. الرد والتصحيح. الجزء المهم جدا 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 المفترض حتى المؤسسات والدول والناس لازم تعرف ان لابد ان انا ازود حق المعرفة، لابد ان انا ازود الناس بالاخبار الصحيحة، مصدر الخبر البيور اللي انت عايز توصله بشكل صحيح. فالشفافية اللي انت قلتيها دي احد الطرق التي تعالج او التي تكافح الشائعات. وانا عاوز اقول لك يعني انا بصدد ان انا اطلعت على تقرير لمركز الاعلامي لمجلس الوزراء بعمل تقرير بالشائعات اللي اطلقت سنة 22 السنة اللي فاتت، وهو رد عليها كانت كلها كتيرة. من ضمن الشائعات ومرعني، وده عايزين نقول برضو ان الشائعة ممكن يكون اصلها المطلقها او القصد من وراءها اقتصادي او سياسي او حتى اجتماعي. ان مثلا في 5000 قطعة اثرية هيتم بيعها في المزاد العلني، دي كانت شائعة. فلو ما كانش رد من مركز الاعلام مجلس الوزراء، تخيلي ان هذه البلبلة كانت تحدث يعني مشكلة في الاقتصاد، وكانت تحدث جاب كبيرة بين في السياسة يعني. تأكيد. فشوفي خطورة هذه برضو كان من ضمن الشائعات اللي هي البسيطة جدا ان ممنوع دخول اطفال منطقة الاهرامات دون السن القانونية، وده مش موجود، دي مش شائع. تفشي وباء الكوليرا في بعض المحافظات، دي في شائعات 22. كلها ده كانت تقرير المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المصري في مقاومته ومكافحته للشائعات سنة 22. احنا عايزين نقول ان الشائعة لها آثار يعني خطيرة حضرتك تقصد ان مدمرة. كان يعني المركز الاعلامي لمجلس الوزراء والدور اللي بقى بيقدمه مؤخرا رد على الشائعات، وده كلنا بقينا متابعينه وملاحظينه في السنوات الاخيره. ده كان ضروري وحتمي، وده اساسا من طرق مقاومه الشائعات، ومن طرق خلق الوعي الجمعي او رفع الوعي عند الناس اللي احنا بنتكلم عنه. دي كانت احد الاليات اقصد. طب وحتى على مستوى المؤسسات، يعني ممكن تجدي في يوم البورصة مثلا وفي سهم طالع جدا بتاع مؤسسة اقتصادية، تجدي انه مجرد وجود اصداء شائعة بتؤدي الى انهيار في قيمة السهم في البورصة، فبيوقف التعامل وبيتعاملوا مع الشائعة على فكرة يعني. اللي بيها ان احنا عايزين نقول ان المفروض يبقى في مركز اعلامي في كل مؤسسة هو المنوط به توضيح الامور وتوضيح التفاصيل والاخبار الصحيحة. وعند تفشي خبر او مزيف او مغلوط بما يمثل شائعة ان هو يرد عليه ويقول يعني يتصدى لهذه طيب، الشائعة. هل حضرتك شايف ان التناول الاعلامي عندنا في مصر، سواء على مستوى الاعلام المقروء او الاعلام المرئي، بيتدخل بنسبة ما في إفساح المجال للشائعات؟ يعني تأخر مثلا في بث الأخبار في بعض الأحيان، أو طريقة المعالجة، طريقة كتابة الخبر نفسه بنفس الطرق اللي عفوا أحيانا بتكون مستهلكة، مش قادرة تجذب الناس، وأحيانا بتكون طرق مستفزة للناس أو لبعض الناس في ظروف معينة. هل ده بيكون من أحد الأسباب اللي بتفسح المجال للشائعات، أو بتزيد من مدى قابلية الناس لتقبل الشائعات؟ هو حضرتك انا عايز اقول انت اصبتي يعني في ان مهنية وسيلة الاعلام اللي تصل الى الناس. هو للاسف الشديد ممكن تبقى القنوات
المحسوبة على النظام أو القنوات الخاصة بالدولة، مهنيتها ممكن ما تكونش في مهنية قناة ما هي اللي روجت الإشاعة وانتشرت من خلالها. لما تيجي ترد التانية هترد بآليات أو بأدوات منخفضة عن التانية، فالناس ممكن ما تصدقش. فضلا على ان تعدد مصادر المعلومات من خلال الاعلام، مفيش واحد ليه قناة معينة او قناة هي غايته او هو اللي بيستمد منها. احنا اذا بتتكلمي عن المصداقية، فهل وصفت هذه القنوات او هذه المصادر بالمصداقية اللي بحيث يعني كنا زمان في بعض المحطات الإذاعية، مش هنقول اسمها طبعا عشان بتتصف بكامل المصداقية لمجرد انها تقول خبر يبقى مسلمات. صحيح. لكن احنا وصلنا دلوقتي مش موجود. احنا مش موجود. بقينا بنحيا في مصر في عصر اعلام الفرد او الشخص، يعني هو اللي قادر يجتذب الناس، لكن كمؤسسة مش موجود، او كقناة او حتى مرجع اخباري معين، لا مش موجود. وفضلا على ان دي جزئية. الجزئية التانية الناس بتستقي معلوماتها من مصادر سهلة، اللي هو جهاز التليفون المحمول من خلال التواصل الاجتماعي. صحيح. اللي هو ممكن يكون الخبر فيه مفبرك وملوش مصدر. بصراحة المسألة صعبة ومهمة، يعني تكاد تكون صعب ان انت تأديها، لكن ما يمنعش ما لم يدرك كله لا يترك كله. الشعب لابد ان هو يحصل على تفاصيل دقيقة عن كل الموضوع. صحيح صحيح. واحيانا بيكون تكالب الاعلاميين لسرعة بث الخبر ده بيكون برضو شيء غير محمود، لان مطلوب ان انا ارجع استوثق من مهنية الخبر، وده اللي قد يكون سبب في تأخر وسائل الاعلام الرسمية في بث اخبار معينة، هو ضرورة التأكد من صحتها والتوثق من مدى حقيقة هذا الامر قبل اذاعته على الناس. فزي ما بيقول الدكتور، هو الموضوع بقى في غاية الصعوبة، والحقيقة في عوامل كتيرة جدا بتتشابك، ولكن بيبقى الأساس في الأمر وهو وعي الفرد أو وعي الشخص نفسه اللي بيستقبل. ده صحيح. وحتى حتى احنا نقول حتى التكليف الديني، اعمل بالتكليف الديني. ما ينفعش ان انت تتلقى خبر معين في إساءة لشخص أو في إساءة لمؤسسة معينة وتقبله على هذا الوضع حتى لا تعد آثما. يعني انت لو احنا قلنا مسؤوليتك الدينية على ان انت تبقى من احد الحلقات المروجة لهذه الاشاعة، انت ارتكبت قصف. ربنا بيقول والفتنة اشد من القتل. يعني عليك ان انت تنقى بنفسك. الشائعات دي نوع من الفتنة. تنقى بنفسك، وان انت ما تبقاش احد حلقات الانتشار هذه الشائعة، لانك انت خليها توقف عندك وخليك انت تمحص الخبر واستوثق من مصدره، وبعد كده احكم انت ممكن تكون مع هذه الشائعة او ضدها. يعني فهو يعني العلاج الوحيد هو وعي الشعب او الادراك او الوعي عامة، يعني مع الشفافية، مع التصدي للشائعة بالرد عليها. والرد عليها ما يكونش عن طريق اطلاق شائعة مضادة، يعني صاحب للاسف بيحصل احيانا. فما ده العلاج الوحيد لمكافحة الشائعات. كمان يا دكتور اعتقد اني فكرة الترند وتصدر المشاهدات والمتابعات ده بقى شيء كمان من احد اسباب انتشار الشائعات. يعني الناس ممكن تطلع تقول حاجة غلط مجرد ان هي تتصدر. او هو حضرتك الترند ده برضه دليل قاطع لا يقبل الشك على ان المجتمع مجتمع غير واعي. مش هنقول جاهل، مجتمع غير واعي. ما ينفعش ان انت تقول لي شيء يعني يخالف المنطق وانا ابقى في الاساس تبقى انت ترند. طب يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلق ليه قوانين، نواميس الكون. ما ينفعش ان انا اخالف هذه النواميس بان انا اقول عكس ما تقره القوانين الطبيعيه. وابقى ترند. هو بقى ترند عشان قال شيء تافه، عشان قال مفترض ان يعني الشخص ده
يبقى ترند في التفاهة، لكن ترند في الحقيقة، ترند ما فيما ينفع الناس ماشي. ترند ورول موديل وايدول والحقيقه بقى المجتمع من حوالينا مخيف لدرجه كبيره. يعني لما بنقعد نركز مع نفسنا ونفكر في حالنا والواقع اللي احنا بنعيشه، واحنا بنعيش واقع مخيف للاسف. الحقيقه بيخلينا نقلق على اولادنا ونقلق على الاجيال اللي جايه. هل من ضمن اسباب ده ان مساحة الفراغ اللي موجودة في حياة الناس وخصوصا الشباب، يعني مش عايزين نعول الأمر كله على فكرة البطالة وعدم وجود فرص للتوظيف، وإن كان ده شيء برضو لا يمكن إغفاله، ولكن الشعوب التانية بتواجه هذا الفراغ أو بتستثمر هذا الفراغ في أمور قد تكون مجدية وقد تكون مفيدة أو على الأقل غير سلبية وغير مضرة. ولكن بكل أسف الشعوب العربية بتتقدم كل شعوب العالم في استغلال أوقات فراغها بشكل خاطئ أو بشكل سلبي. ده صحيح، بدليل ان احنا يعني غير مؤثرين في صناعة التكنولوجيا. يعني انت لو شفتي تم تصنيفنا كمستهلك للتكنولوجيا، احنا مستهلكين في المقام الاول وغير فاعلين وغير فاعلين في صنع هذه التكنولوجيا. بالفعل الفراغ هو السبب في تلقي الأشعة أو قبولها. لأن هو ملوش إلا إن هو يتواصل. يعني هو شخص عايش على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني فترات استيقاظه و وطبعا دي كلها أمور مخالفة للفطرة. إن أنت يعني ما ينفعش إن أنت تبقى بالشكل ده، لان انت مكلف بعمارة الارض والعبادة يعني. فتبقاش انت مكلف من دينك باعتبارك انت راجل عربي، بانك انت اما تشتغل يا اما تعبد الله سبحانه وتعالى. اذا ما فيش وقت للفراغ بان انت تتصفح وتبقى مصدر ان انت تكون احد الحلقات المروجة لهذه الاشاعة. دي طبعا من ضمن الطرق. صحيح. يعني ده بياخدنا الجزئية من حساباتنا، وهي قيمة الوقت، وان انت مسؤول عن ده قدام ربنا عن عمره فيما افناه. يعني ده شيء مسؤولية دينية ومسؤولية اخلاقية ومسؤولية اجتماعية. ومكملين معاكم تفنيد باقي المسؤوليات فيما يخص الشائعات والحديث عن هذا الامر. بس خلونا نروح معاكم مشاهدينا مع ضيفنا الكريم ونتابع هذا التقرير عن احد الادوات اللي من المفترض انها بتساهم في تكوين الوعي الجمعي للناس، وهو قصر ثقافة بني سويف واخر أنشطته في هذا التقرير، ونرجع لكم مرة تانية. احتفالية مرور 20 عام على الاحتفالية اللي هي بتاعت صون التراث اللامادي، زي التحطيب، زي الفنون، فن الخط العربي، فنون الشعبية. ففي احتفالية كبيرة النهاردة بدأت بورشة عن التحطيب، ورشة عن الفن الشعبي، وهيبقى في فن شعبي في مكتبة مصر العامة. واحنا دلوقتي داخل المعرض الخط العربي، ومعانا الأستاذ فتحي إدريس. طبعا ده فنان غني عن التعريف، وكان عمل ورش كتير للخط العربي، وهو رئيس شعبة الخط العربي. ونشوف المعرض فيه تشكيلات جميلة جدا من فنانين شباب كتير جدا، وده حاجة حلوة خالص ان الفنانين الشباب يلاقوا مكان يعرضوا فيه لوحاتهم ويتكلموا عنها مع الناس. طبعا دي حاجة حلوة، ونتمنى كل المعارض وكل الحاجات دي يبقى عليها اقبال كبير زي النهاردة. كان في اقبال كبير النهاردة من الجمهور، ونتمنى يكون كل الفعاليات فيها الاقبال ده. باحث أطلس المأثورات الشعبية
احنا اتكلمنا النهارده الاول بنتكلم عن الاحتفاليه بتاع اليونسكو 20 عام عن الاحتفاليه ضمن الاداره العامه لاطلس المؤثرات الشعبيه وفرع ثقافه المنيا، واتكلمنا عن التحطيب وعن رحله العائله المقدسه ومسارها هنا في المنيا، واتكلمنا كمان عن قصه ابو زيد الهلالي. اول مره لا انا بدي ورش بره في بيت الثقافه عندي وهنا، واول مره ادخل هنا قصر ثقافه المنيا ادي محاضره او ندوه في القصر هنا. ممتازين جدا هنا على فكره، والناس هنا متعاونه جدا وناس كويسه جدا هنا في الفرع. كان في حد بيعاون حضرتك النهارده في الورشه؟ الزملاء كلهم هنا متعاونين جدا معانا على فكره، جدا جدا جدا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه في ضيافتنا وضيافة حضراتكم الدكتور مصطفى فرغالي عثمان خبير التنمية الإدارية والبشرية، والحديث موصول عن الشائعات. يمكن قبل ما نخرج للتقرير حضرتك كنت لمست شيء جوهري وأساسي ومحوري، وهو العودة إلى كل ما هو فطري والالتزام بالتعليم الدين الحنيف، واللي بتأكد على ضرورة الحذر من هذه الشائعات وعدم تداولها. وده يمكن شيء مهم جدا ان احنا نتكلم عنه، ولكن احيانا يعني الناس بتقول ان ده واجب المؤسسات الدينيه، لكن للاسف احنا يعني بنغفل ان الدين متصل بكل شيء في حياتنا، وان اهمال اي جزئيه اكد عليها ديننا الحنيف هي بتنعكس وبترتد علينا بشكل سلبي في تعاملاتنا وحياتنا اليوميه. هو حضرتك بكل اسف احنا فاهمين غلط ان الدين اصلا هو الفطره. الفطره ان انت تنام بدري، الفطره ان انت تحافظ على وقتك، الفطره ان انت ما تضيعهوش في شكل عبثي، الفطره انك انت كل دي امور ليك انت، ما وجد الدين الا لاصلاحك. والحياد عن الفطره معناها هو شقائك. يعني انت لما تبقى لو انت حتى بعد طبق الحاجات دي في سياق علمي، لما تلاقي نفسك انك انت مطالب ان انت تنام في اوقات مبكره من بالليل، يعني فده مسؤول على ان في هرمون معين بيؤدي الى انك انت حيويا تبقى وظائف جسمك متزن. تشتغل وانت نايم، بعكس ما تبدل الموضوع وتبقى ليلك نهار ونهارك ليل. بعد فتره من فترات هتبقى غير قادر على انك انت هتفقد صحتك، تبقى منهك، مودك مختلف، مستهلك ذهنيا. لا يبقى ازاي بقى؟ بلاش الدين ممكن يعمل يعني ما ينفعش ان احنا نقول لك انت الدين هو الفطره. انت حافظ على فطرتك كبشر. يعني انت مش احسن من صانع التكنولوجيا دي اللي هو بيعمل سويتش اوف بيقفل الاشعارات الموبايل بتاعته عشان وقته، بيشتغل بيبحث مصادر الخبر اللي هو ما بيقتنعش بسهولة. هو مش افضل منك ولا ما عندوش، ولا ربنا ما ميزوش بعقل ارجح منك. وانت المفترض انك انت مطالب بتفكير. ده انت عندك إن كل انت يعني من حاملي الرسالة كل الاديان السماويه بتطالبك افلا يتفكرون افلا يتذكرون يعني مطالب بالتفكير والتحليل، وانك انت ما تتلقاش. يعني خليك كيس فاطن. يعني أيوة. دي امور. كيس فاطن. فاذا الحل في ايديك انت. وبعدين ما احنا قلنا انت تسأل. يعني المسؤوليه هنا يا سيدي بلاش هي مسؤوليه قانونيه، هي مسؤوليه دينيه. انت تعرف يعني ايه ان انت تبقى طرف في او انت تبقى احد حلقات ترويج الاشاعه. انت ارتكبت قذف، والقذف ده يعني حده الجلد. شديدة. لو انت ما خدتش العقوبه دي في الدنيا هتوفر ليك في الاخره. يعني اذا العقاب حال. انت ليه بتستسهل المساله؟ المساله صعبه. وقف قدام نفسك وواجه نفسك بهذه الحقائق. هتجد انك انت ترفض سماع اي خبر ملوش مصدر. هتجد انك انت تكون يعني احد العوامل التي ساهمت في النيل من شخصية معينة كتير. هتجد انك انت سبب في اعاقة التقدم سياسي او اقتصادي لمؤسسة. يعني ده اسم ما اعتقد انك انت مش بريء منه.
ومش يعني مش معناها ان انت مش هتاخد العقوبة في الدنيا، ان العقوبة دي يعني بالعكس العقاب في الدنيا اسهل من العقاب في الاخرة. فيعني يعني نستيقظ، والشائعات دي يعني وما نقولش حاجه غير لو احنا متاكدين، ونمارس دورنا بايجابيه. يعني لما تتعرض قدامي معلومه انا عندي او شيء انا عندي المعلومه الصحيحه، ما كسلش ان انا اكتب الصحيح، وما كسلش ان انا ارد واقول واوضح، لان ده دوري. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يعني في شرط ان انت ايوه انت من خير امه محمد صلى الله عليه وسلم، خير امه اخرجت للناس، ولكن الشرط مش متحقق في ايامنا الحقيقه بدرجه كبيره او ترتقي لمصاف ان احنا نستحق ان نكون من امه هذا النبي العظيم الكريم صلى الله عليه وسلم، اللي كان اغلب وقته صمت. انت لو ما عندكش الحقيقه اصمت، يعني ده حق، فليقل خيرا او ليصمت. يعني انت ذكرتيني بشيء انا يعني تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بشكل، يعني هو ده نوع برضه من الشائعات، بس اسمها الشائعة الغاطسة. الشائعة الغاطسة دي ايه؟ ان هي الشائعة معقدة جدا، بتظهر في وقت معين ثم تختفي ثم تعود ثم تختفي وهكذا. من ضمن الاخبار اللي هي بالنسبة للناس المفترض انها تقبلوها يعني الناس بشكل جيد جدا، يقول لك ايه يعني في تصريح لفضيلة الشيخ الازهر يقول ان الخلع يعني والسيدة المخلوعة او اللي خلعت اذا تزوجت اصبحت زنا. ده امر خطير جدا طبعا، ده يمس كيان المجتمع بشكل غير عادي طبعا. والغريب ان احنا متيقنين، او اللي زي مثلا متيقن ان دي لا يمكن ان يصدر هذا الامر عن فضيلة الشيخ او عن مؤسسة الازهر. فتدخلت في مرة وكتبت والحمد لله تقريبا طلع حد رد على القصة دي. بعديها بشوية طلعت نفس طب انت ما شفتش ما سمعتش؟ اذا يعني الامر خطير، والامر ما هوش سهل. تعرف يعني انت تعصب بالعلاقات الاجتماعية لما تنزل بوست بالشكل ده؟ يعني اذا انت بتخلي اسرة في جحيم، هل موقفها ده شرعي ولا مش شرعي؟ انت يعني مش يعني بصي الامر يعني اللي بيسموه الامر جلل يعني فعلا الامر جلل ومش عشوائي. يعني اطلاق الشائعات ده مش بيتم بشكل عشوائي، بدليل ان بقى في علم وبقى في توصيف علمي لهذه الامور. زي ما حضرتك بتقول اشاعه غاطسه، يعني ده اكسبريشن او تعبير مش احنا مش عارفينه او مش فاهمينه. حضرتك وضحته لنا ببساطه. اشاعه تظهر ومثلا تم نفيها او استجابه بعض الناس معاها وترجع تختفي وتظهر تاني مع تشابه ظروف خروجها اصلا. ده صحيح. وهو حتى الشائعة برضو، يعني الشائعة اللي بتطلع على المؤسسات السياسية أو على الرموز السياسية هي شائعة اسمها شائعة يعني بتتناقل همسا. تخيلي بقى حضرتك، ما حدش بيقول الأمر ده على وسيلة تواصل مكتوبة، ممكن يتناقلوه من لسان إلى أذن ثم أذن إلى أذن وهكذا، إلى أن يصبح أو الجميع على علم بهذه الشائعة. فده برضو نوع، ودي اسمها الشائعة يعني في نوع من الشائعات الأخرى اسمها الشائعة الاندفاعية، ودي بتنتشر بشكل الوقت بالنسبة لها مش محسوب وكل الناس بتشوفها. يعني هو أنا أمر مقزز إن أنت تبقى مصدر لهذه الشائعات وتتحمل المسؤولية. في جانب تاني في السوشيال ميديا وافرعها المتعدده في حياتنا، احب ان حضرتك تلقي لنا الضوء عليه وتبين لنا مدى مساوئه ومدى منافعه اذا كان ليه نفع. يعني بنشاهد بعض الحسابات وبعض الصفحات اللي هي احنا مش عارفين مين اللي بيكتب فيها، ولكن هي بتقوم بتحليل امور بتحدث في المجتمع وفي الوطن اللي احنا عايشين فيه. ازاي انا اقدر احكم، او ايه الوسائل اللي تساعدني تخليني استوثق من مدى صحة هذا التحليل؟ اولا الاسم المستعار للاكونت ده يعني من الامور اللي يعني دي اول شيء. انت يعني هي في امور شكلية وفي امور موضوعية. من ضمن الامور الشكلية الاسم المستعار للاكونت، يعني هل هو يعني انت تستشعر ان ده شخص؟ الهيستوري بتاعته، البايو هيستوري بتاعته، هو ايه، بيشتغل ايه،
وهل هو على درايه بكل هذه العلوم؟ يعني ده بيتكلم في الاجتماع والسياسه والاقتصاد والهندسه والادب والهندسه والفلك، كل الامور. طب هل هو على درايه بهذه؟ نفترض ان هو لديه الوقت في البحث عن كل هذه المسائل. انا منطقي بالنسبه، هل الامور اللي بيقولها دي تتفق وقواعد المنطق ام تختلف معه؟ طب المصادر بتاعته هي مين؟ موثقه ولا غير موثقه؟ طب هذا المصدر موثق، طب الادله القائمه على صحه هذه المعلومات دي ايه؟ يعني انت اتعب نفسك او دافع عن المجتمع، بس انا بطالبك ان انت تتعب نفسك في سبيل ان انت تنفي عنك الاسم. يعني تبقى وتوصل للحقيقه، يكون عندك المعرفه. يعني اعتقد كده الدكتور ضمنيا وضح لك انت تقدر يعني تصدق مين وتكذب مين. يعني لما يكون حد حاطط لك مصادر المعلومات اللي هو كاتبها ومرفق ده بلينكات وحاجات انت تقدر تتوثق منها، يبقى ده بالتاكيد عنده قدر من المصداقيه. لما يبقى في حد بيحاول يتشعب ويتكلم في اكتر من موضوع في بوست واحد زي ما حضرتك قلت، اكيد هو ما عندوش كل المعرفه دي، ولو مش ضايف لك مصادر تستوثق منها، او مش موجهك او مديلك كده انذار يساعدك ازاي ان انت تستوثق من صحه هذا الكلام، فبالتاكيد يعني منطقي ان انت ما تتعاملش يعني معاه على الاقل بالقدر الكبير من الاهميه اللي احنا بنتعامل يعني الموضوع اللي احنا اثرناه بخصوص الشائعه التي خرجت من ان شبكات الجيل الخامس من المحمول هي السبب في فيروس كورونا. هل ايه علاقه الفيروس بالشبكه؟ ده لو ما ردتش وزاره الصحه ونفت وقالت ان الكلام ده ملوش اساس في الصحه، انت تفتكر ايه نوع العلاقه اللي ممكن تحدث؟ يعني انت كواحد يعني بتحكم على الامور من باب انت غير متخصص. يتفق مع المنطق ده ولا ما يتفقش مع المنطق؟ مبدئيا يختلف مع المنطق. يبقى عليك ان انت يعني ترجع الامر الى المتخصصين وتسمع رايهم الصحيح. طلعت منظمه الصحه العالميه قالت ان ما فيش علاقه بين شبكات المحمول الجيل الخامس والفيروس. يبقى انت تسمع وتسكت بقى، ما تبقاش ما ترددش الاشعه عشان ما تبقاش اسف، ما ترددهاش، قول الله اعلم. يعني احنا للاسف وقتنا خلص يعني سريعا جدا مع حضرتك، بس هي في نقطه وحيده يعني يمكن اعتقد ما غطيناهاش، وهي فكره ان احنا في مجتمع فيه الصالح وفيه الطالح. المسؤوليه القانونيه، بس استاذن حضرتك سريعا جدا. والله هو فعلا يعني الامر، بص حضرتك، هو قانون العقوبات ما وردش فيه كلمه شائعه على وجه التحديد، لكن في ماده من مواد قانون العقوبات بتقول يعد قذفا، يعني هي حطتها تحت جريمه القذف. كل من أسند إلى غيره أفعال لو صحت لوجب عقابه عليها، أو أفعال يعني تجعله محتقرا عند أهل وطن، بتقلل من قيمته. إن شاء الله. يبقى إذن هو لما تبقى في أشعة شائعة ومعروف مين اللي قالها ونشرت بالطرق اللي قال عليها قانون العقوبات دي، بعقوبتها بتبقى يا إما الحبس يا الغرامة، يبقى أحد هاتين العقوبتين. يعني القانون موجود يعني. لكن جه المشرع في قانون 175 لسنة 2018 بخاص بمكافحة الجرائم تقنية المعلومات أو الجرائم الإلكترونية، وقال إن كل من استخدم برنامج إلكتروني في ربط محتوى شخصي لشخص ما بمواد منافية للآداب، أو استخدم البرنامج فيما يوجب احتقاره وأهانته، يعاقب بالحبس 2 سنين ولا يتجاوز 5 سنين، وبغرامة 150,000 ولا تتجاوز 300,000. غلظ العقوبة يعني في قانون يعني الاستخدام. فإذا هو الأمر يعني المسؤولية القانونية قائمة، بس عليك ان انت تثبت مين مصدر الأشعة او قيام جريمة القذف بأركانها، وفي الحالة دي يبقى في عقاب. لكن الموجود العقاب موجود في القانون. اعتقد يمكن بنقطة المسؤولية القانونية نكون حاولنا قدر الامكان على يعني قدر اتاحة الوقت بالنسبة لنا ان احنا نغطي بعض الامور المهمة او معظم الامور المهمة فيما يخص موضوع الشائعات. انا شاكرة لحضرتك جزيل الشكر الحقيقة على تشريفك لنا في هذا الصباح، دكتور مصطفى فرغلي عثمان، خبير التنمية الإدارية والبشرية. شكرا جزيلا.
جدا على وجودك وعلى تفصيلك وعلى ايضاحاتك واضاءاتك معنا في هذا الصباح. ربنا يخلي حضرتك، انا اللي بشكركم وربنا يوفقكم ان شاء شكرا الله. يا فندم. الشكر كمان موصول لحضراتكم مشاهدينا على متابعتنا في هذا الصباح، وبكره الصباح يحمل الجديد من الاخبار وفقرات متنوعه في صباح السعيد.